عسلامة عسلامة. اليوم عملت معاكم طاجين تونسي زمني بالبطاطا والمعدنوس والجبن المالح المرحي. تابعوني باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. عنا اسكالوب قصيناه طروف، حطينا له بصل كركم تابل وكروية وملح، وطاو باش نخليوه يطيب. هذا تحضير للتختوخ نتاع الطاجين. لهنا الاسكالوب نتاعنا هاوكا طاب، شفتوه التختوخ نتاعو هاوكا يجي خاثر شويه. طيب باش نخليه يبرد ومن بعد باش نفتفتو ونكملوا باقي المراحل نتاع الطاجين نتاعنا. هو الاسكالوب هنا فتفتو صايي حضر. توا باش نزيدلو 5 كعبات عظم، وباش نزيدلو الجبن. عملت جبن رابي مالح ومعاه de ترانشات جبن بريزيدون. هذا المعدنوس. هذه البطاطا هيكا قصيتها مكعبات وقليتها. توا باش نزيدها للطاجين نتاعنا. وتوا باش نعملو شطر كعبة قارص نعصروها باش تنحينا مطعم العظم والريحة نتاع العظم، وتزيد تعطينا بنة للطاجين الزمني نتاعنا. نخلطوا لي زانغريديون هذم الكل هاكا، نخلطوهم بالكدا بالكدا يجي طاجين بنين بنين بنين. توا نكمل نخلط، نصبو في القالب نتاع الطاجين ونرجع لكم. ها هو صبينا الطاجين وباش نحطوه في الفور ونرجع مع بعضنا وقت اللي يطيب. شوفوا ها هو قصيتو راه مازال سخون. شوفوا ما شاء الله العلو نتاعو كيفاش يجي، كيفاش طايب من داخل بالكدا ولونه ذهبي. نودكم ولا نشهيكم ريحته ما شاء الله. جربوه وحطوا لي رايكم في التعليق. وشاهية طيبة.